ياه ده موضوع طويل قوي. انت السؤال ده صعب قوي يا جماعه. كنت صغيره قوي اللي هو من 6 سنين تقريبا. خلاص بس كفايه عشان مش هعرف. فرصه لو جات لي عادي من دلوقتي. ممكن تعرفينا بنفسك والمحتوى اللي بتقدميه؟ هعرفكم بنفسي دلوقتي بقى. اسمي بيري علي، عندي بلاتفورم 3-4 مليون. بقدم الاول كنت بقدم دراما، ودلوقتي بقدم ليبسينج. ازاي بدأتي رحلتك في عالم الميديا؟ ياه ده موضوع طويل قوي. كنت صغيره قوي اللي هو من 6 سنين تقريبا. عادي كنت بحب الناس اللي هم بيعملوا تيك توك بقى والكلام دوت وكده. بس فكلمت حد كان مشهور ساعتها، فنزلت صورت معاه بس. وبعد كده بدأت ان انا اتشاف مع كذا حد معروف، وخلاص بقى اتشهر. كلمينا عن التغيير اللي حصل في حياتك بعد وفاة مامتي. انت السؤال ده صعب قوي يا جماعه. يعني حصل حاجات كتير قوي 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 اتغيرت، بس الحمد لله. يعني حاجات احسن خلتني يعني مسؤوله اكتر من الاول بكتير. حسسني بحاجات كتير قوي، يعني حاجات مفروض ما عيشهاش دلوقتي بس انا عشتها. فخلاص بس كفايه عشان مش هعرف. ازاي بتعامل مع ضغوطات على الميديا والتعليقات السلبيه؟ لا بصراحه هو كان الاول كان في ضغوطات والكلام دوت وحاجات سلبيه في بدايه الموضوع وكده. بس دلوقتي اتس اوكي خلاص، الناس خدت عليا خالص، فبقى الموضوع عادي. حتى لو في 1% سلبي بتعامل معاه اللي هو كاني مش شايفاه. مش زي الاول بزعل واعيط وازاي لا خلاص بقيت اتعامل عادي. وفيها ايه لو استغليتي موهبتك ودخلتي عالم الفن؟ والله يا ريت انا الفرصه لو جات لي عادي من دلوقتي، بس مستنيه بصراحه تيجي وانا تمام مفيش اي حاجه. فيها ايه لو سافرتي بلد جديده وسجلتي تجربتك؟ والله انا حلم حياتي ان انا اسافر بلد جديده اسجل. لا انا هعمل البوم كده يعني قوي بصراحه. وفيها ايه لو فتحتي براند باسمك؟ جماعه انا فاتحه براند اصلا اوريدي. يعني في ناس كتير قوي عارفين ان انا فاتحه براند اسمه حجاب جميله. طبعا يعني كل اللي على السوشيال ميديا عارف الموضوع دوت بس لسه البراند لسه يعني ببتدي فيه بقى، اللي هو ان انا اعرض بقى وكده. بس اوريدي هو اتعمل وخلاص. تقولي لي حجاب جميله عشان سميته باسم ماما الله يرحمها، عشان اسمها يفضل موجود وكده في الدنيا كلها يعني. بس كده.